الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهنا سؤال يتكرر في هذه الأيام من قبل بعض الناس فيما يتعلق بالأحداث الجارية في بلاد فلسطين، وكانوا يريدون جوابا حول هذا الأمر. وأنا لخصت الكلام حول هذا الأمر بنقاط. النقطة الأولى: وينبغي على المسلم أن يتألم لإخوانه المسلمين في فلسطين، فالبلاد بلادهم، وقد اغتصبت من المعتدين اليهود، وبدأ هذا الاعتداء بالتدرج من سنة 1948 ميلادية، إلى أن تمكنوا بالتعاون مع بعض الدول حتى صدقوا أنفسهم أنهم أصحاب الأرض، وأن الفلسطينيين أنهم هم المغتصبون، وهذا كذب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر من صفات المسلم، قال: المؤمن من سره ما يسر المسلمين ويسوءه ما يسوء المسلمين، فإن لم يكن كذلك فليس منهم. واستدل بحديث النعمان بن بشير في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا أول أمر نتوقع من أي مسلم غيور على دينه، أنه يتألم لحال إخوانه المسلمين في فلسطين، ولا سيما في هذه الأيام، على ذلك الرد العنيف ليلة الأحد، وثم صبيحة الأحد، ثم استمروا إلى ساعتنا هذه. النقطة الثانية: أن الجهاد في سبيل الله ماض إلى قيام الساعة، فالله سبحانه وتعالى وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بالجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأمر الله عز وجل المؤمنين بأن يقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، وإلى غير ذلك من الآيات. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة البارقي في الصحيحين: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، المغنم والأجر، هكذا جاء الحديث. فالخيل
ترمز إلى الجهاد في سبيل الله سيبقى إلى قيام الساعة. جاء حديث في ذلك: الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وفيه ضعف ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ضعيف أبي داود، وهو من حديث أنس، وبعضهم يقول له شواهد ويحسنه بهذه الشواهد والمتابعات. وعلى كل معناه صحيح، الجهاد ماض إلى قيام الساعة. منها النقطة الثالثة، وهي أن الجهاد في سبيل الله وعلى مراتب، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثالث. المرتبة الأولى قال جهاد النفس، المرتبة الثانية قال جهاد الشيطان، المرتبة الثالثة جهاد الكفار، المرتبة الرابعة جهاد المنافقين. وكل مرتبة توسع فيها ابن القيم فيما يتعلق بها شرحا ودليلا. وأذكر لك هذه المراتب من أجل أن تعلم أن المؤمن إذا سيجاهد فهناك أمور كثيرة أيضا لا بد أن يكون صادقا فيها في مجاهدتها: مجاهدة النفس فيبتعد عن المعاصي واقتراف الشهوات والمحرمات، لأن كثيرا من المتحمسين هذه الأيام ربما هو مقصر في حق الله عز وجل، فيصيح ويتألم ونحن معه، لكنه لا يستطيع أن يواظب على صلاة الفجر جماعة مدة أسبوع، هذا إذا كان حريصا، فما بالك الذي يصلي في بيته، فما بالك بالذي يصلي ويخلي. وأضف إلى ذلك مجاهدة الشيطان حتى لا يتلاعب بك من شبهات أو شهوات، وهكذا من جهاد الكفار ومجاهد المنافقين. والجهاد أنواع، قد يكون الجهاد بالكلمة بالدعاء، قد يكون الجهاد بالمال، قد يكون الجهاد بالنفس، قد يكون الجهاد أيضا بالسلاح. فالمسلم ينبغي عليه أن يعلم أنه إذا كان يستطيع لأحد هذه الأنواع أن ينكل بالعدو فيفعل. والعالم هو الذي يوجه الناس على ما يستطيعون له، لا أن يحمسهم في شيء لا يستطيعون. فمثلا نحن الآن إذا قال قائل أنا أريد أن أذهب إلى فلسطين لأقاتل مع إخواني، قلنا له كيف ستصل؟ إن ذهبت فستذهب إلى الأردن، سيقبض عليك الأمن الأردني، والله أعلم بماذا ستتهم. وإن ذهبت إلى مصر كذلك، وهكذا بعض البلدان التي هي محيطة ببلاد فلسطين ما تستطيع أن تصل إلى بلاد فلسطين. فالمتحمسون في مواقع التواصل ويضعون أرقاما من أراد أن يذهب، تذهب مع من؟ وربما يصطادونك أولئك الإرهابيون الخوارج حتى تذهب بعد ذلك إلى أماكن أخرى. فنحن معنا الدعاء، والله عز وجل قد قال للنبي عليه الصلاة والسلام عند أن كان في مكة كما في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. عده الله عز وجل نوعا من أنواع الجهاد،
لأن بعض المتحمسين عند أن تكلمه تقول ما نحسن ولا نستطيع إلا أن ندعو لإخواننا. قال أنتم ما رأينا منكم إلا تثبيطا، ولا رأينا منكم إلا عزوفا عن الجهاد في سبيل الله. وكأنه في تبة من التباب وجبهة من الجبهات، ولكن حقيقته في الظهر أكل مندي وشرب بيبسي وهو يتجشأ ما زال إلى المغرب وهو في بيته، لكنه بطل مغوار وفارس مقدام في جواله في بيته. والضحية الأولاد الصغار الذين ربما يهيجون ولا يعرفون أين يتجهون، ثم في الأمر ربما بعد ذلك يأخذهم ويتلقفهم الخوارج، وبعد ذلك ينكلون بأبناء المسلمين، يعتقدون في العسكري الذي يصلي معنا ويصوم معنا، بل ربما بعضهم قد يكون مؤذنا في مسجد فيقتل اعتقادا أنه كافر حكم بغير ما أنزل الله وأعانهم على الحكم بغير ما أنزل. هذا مثل الشاب الذي هو صفر اليدين ما عنده مال حتى يتزوج، فإذا به يتتبع أخبار النساء ويشاهد المقاطع ويهيج شهوته، فبماذا تتوقع إلا أنه يذهب إلى طريق الحرام والعياذ بالله، إما العادة السرية وإما النساء أن يزني بهن وإما اللواط والعياذ بالله. المقصود من ذلك أن الحماس الزائد يترك في هذا الباب. النقطة الرابعة: إذا فكرنا أن نواجه العدو ينبغي علينا أن نعد العدة، فما يكون مجرد حماس. الله عز وجل قد قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والله عز وجل قد فضح المنافقين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني المنافقين كانوا يخرجون مع النبي بلا سلاح بلا أي شيء كما قال بعض المفسرين. طبعا أنت تريد أن تقاتل، فهذه قرينة على أنك لست جادا ولست صادقا في ذلك. فالذي يريد أن يواجه عدوا فينظر إلى قوته وإلى عتاده لاحظوا المسألة كما قلنا ما هي مسألة عاطفة، يعني قد تستدل علي فتقول الله عز وجل معنا، قد قال الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. يعني أدلة كثيرة، فيقال نعم، لكن لا بد أن نتخذ الأسباب، لأن القتال الآن بين الدول صار سياسيا أكثر من أن يكون دينيا عقديا. صار سياسيا أكثر ما يكون دينيا عقديا. موجود الحرب العقدية، موجود بسبب العقيدة، نعم، العداوة بيننا وبين الحوثيين، العداوة بيننا وبين الإيرانيين عقدية، لكن على مستوى الدول الكبرى فهم يسيسونها. فانظر إلى روسيا لما قامت تريد أن تحارب أوكرانيا، فانظروا كيف جعلوا أوكرانيا مع أنها كانت جزءا لا يتجزأ من الاتحاد السوفيتي. كان أبناؤنا من أبناء هذه البلد عند أن يذهب إلى بعثة إلى أي دولة من الدول الاشتراكية، فكان يذهب إلى بولندا وتشيكوسلوفاكيا وللاتحاد السوفيتي،
فلما يذهب إلى الاتحاد السوفيتي وذهب إلى أوكرانيا بالذات، ما يقال أوكرانيا، قال ذهب إلى كييف، وهي عاصمة لأوكرانيا، وهي جزء لا يتجزأ من تلك البلاد، فجعلوا لها صولة وجولة ومقاومة مستندة إلى دول أخرى. هكذا الحوثيون أيضا عند أن حررت عدن واتجه المقاتلون إلى باب المندب، وهو آخر شريط محسوب على المناطق الجنوبية، وإن كان بالتقسيم القديم أنه باب المندب القرية نفسها هي تابعة للمناطق الشمالية، فأرادوا أن يذهبوا ويتقدموا إلى أن يصلوا إلى صنعاء، بل همتهم إلى صعدة، فوصلوا إلى كيلو يسمى كيلو 16 تحديدا عند مصنع نانا في الحديدة، ثم جاءت أوامر أنهم انسحبوا لأن بعض الدول الكبرى تهدد أنها ستضرب. شوف انظروا، والبلد بلدنا، البلد بلدنا، لكن تدخلات خارجية. فهذه اعمل لها حساب، اعمل لها حساب، ما تنظر إلى مقطع ومقطعين جيت وخلاص تحمست لهذا الموضوع أنك تريد أن تقاتل. وإذا سمعت خطيبا من خطباء أهل السنة يقول اصبروا تأنوا في الأمر، هؤلاء مثبطون. أرسل إلي بعض الإخوة كلاما مقززا لبعض الدعاة الحزبيين، هو يسخر ممن يدعو إلى التأني في الأمر والتروي، لأنه يعرف أن بعض الناس عنده نوع من القفزة في مثل هذه الأحداث. أنا سأذكركم حتى تكونوا معي في هذا الباب. محمد الدرة لما قتل بجانب أبيه كلنا تألمنا، خرجوا مظاهرة طيب هذه المظاهرة قلنا سيحررون فلسطين، بعد ساعتين 3 ساعات الذي ظاهروا رجعوا يخزنوا، انتهينا وخلصنا، كملت. هي هذا الحماس ده كله يوم نصف 3 أيام، يعني ستكون الأمور هكذا متعلقة. لماذا لا نبني أنفسنا، جاد أنفسنا حتى يلقانا العدو ونحن على قوة ليس على ضعف. انظروا إلى أبناء المسلمين، انظروا إلى دول المسلمين الآن يتناحرون بينهم البين، كل دولة الآن منقسمة على نفسها، إن لم نبالغ نقول كل من ألفاظ العموم، ولا أغلب الدول حقيقة تجد أن الدولة نفسها منقسمة، بينهم تناحر وتنافس ومطاحنة. نريد الآن، نحن نريد العدو الذي هو متعلق باليهود، أننا نريد أن نقاتله، ولا بد أن تكون الحرب متكافئة، فما نتسلل ونقتل 20 نأسر 600 ثم يحصدوننا حصدا، يعني بشكل عشوائي يضربون. هذا الأمر أيضا نعطيه اعتبارا. النقطة الخامسة وهي حركة حماس. من هي حركة حماس؟ اعرفوها. حركة حماس هي حركة إخوانية، سبب بلاء المسلمين هم الإخوان المسلمون، سبب بلاء المسلمين هم الإخوان المسلمون، سببوا لنا ويلات. حتى اليمن كانوا يخرجون، هم الذين يحركون الشارع، وهم الذين كبروا لنا الحوثيين، وإلا كانوا يسمى بالشباب المؤمن، وهم الشباب الفاجر الخبيث، سموا أنفسهم بالشباب المؤمن، وكانوا مهمشين، فأخذوا بأيديهم وجعلهم في ساعة التغيير في صنعاء، جعلوا لهم كلمة ويتشاورون معهم، ثم بعد ذلك غدروا بهم، غدر الحوثيون بالإخوان المسلمين، وبعد ذلك نكلوا بهم. وجامعة الإيمان
ما ثبتت ولا صمدت أكثر من ساعة ما صمدت تقاوم الحوثيين. وإخواننا العزل في دماج مكثوا 100 يوم وخرجوا وهم مرفوعو الرأس، وإلى يومنا هذا ما زال أهل دماج كابوسا في رؤوس الحوثيين، ما زالت عقدة إلى يومنا هذا، مع أن إخواننا قد خرجوا وقد استولى الحوثيون على دماج، لكن ما زال هذا الأمر هاجسا حتى لو جاء أحد وعلم أنه كان من أهل دماج فبعضهم يتحسس وربما يعرض للتحقيق إلى غير ذلك. شاهد من هذا حركة حماس هي إخوانية، والقسام كتاب القسام هي الجناح العسكري لحركة حماس. شوفوا الإخوان المسلمون لابد في كل بلد يكون لهم جناح عسكري. حتى في اليمن كان علي محسن الأحمر هو الجناح العسكري للإخوان المسلمين، لكن لكونه طاهوش وهامور فكان يأكل من هنا ومن هنا، وإلا هم كانوا مستندين إليه. وجمال عبد الناصر على ما به من فجور وخبث فكان مركزا على الجناح العسكري ونكل بالجناح العسكري للإخوان المسلمين الذين هم. وخالد الإسلامبولي الذي قتل السادات هو من الجناح العسكري. فكل بلد فيها الإخوان المسلمون لا بد أن تعلم أن فيها جناحا عسكريا. فالإخوان المسلمون أو حركة حماس هي عبارة عن نبتة من الإخوان المسلمين، وطبيعة الإخوان المسلمين أنهم يحتوون كل أحد إلا أهل السنة، كل أحد، الصوفي معهم، الشيعي معهم، الأشعري معهم، المعتزلي معهم، الجهمي معهم، حتى العلماني ما عندهم مشكلة، إلا أهل السنة عندهم حساسية في التعامل مع أهل السنة لأنهم قوالون بالحق. وأعني أهل السنة السلفيين، لا أعني بالسروريين ولا القطبيين التكفيرين، لا. فحركة حماس هي حركة إخوانية، وهم يمجدون الشيعة. خالد مشعل وهو من رؤوس أصحاب حماس يذهب إلى إيران فيتمدح بالخميني. هذا موثق موجود، هذا شيء موثق أنا وقفت عليه. يتمدح بالخميني، والأسلحة والعتاد أغلبه من إيران. ولهذا بعض الناس ربما لا يعرف من هي حماس. النقطة السادسة وهي سؤال بعض الناس هذه الأيام: هل نقنط قنوت النوازل أم لا؟ أما الحزبيون لو أعدموا الزبادي في اليمن سيقنطون قنوت النوازل، طارفون على أتفه شيء، أتفه يعني 5 ب5 تحاربوا وتقاتلوا قنطوا قنوت النوازل. وبعض الأئمة للأسف لسان حاله ما يطلبه المستمعون، يريد أن يكسب ود بعض المأمومين، لأن بعض المأمومين يشوف التلفزيون ليل نهار فيأتي متحمسا وما صلى الضحى ولا صلى الوتر ولا حتى قرأ حزبا من القرآن ولا شيء، جاء متحمس: يا أخي اقنتوا لإخوانكم اقنتوا. طيب السؤال: هل الدعاء في القنوت هو منحصر أو عندنا نستطيع أن ندعو في السجود في الثلث الأخير من الليل في آخر ساعة مواطن الذي يستجاب فيها الدعاء؟ هناك مواطن وساعات وأوقات منصوص عليها أنه يستجاب
في الدعاء، مع أن قنوت النوازل ما فيه نص، إنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جزما أنه يستجاب الدعاء. طيب نأتي من ناحية فقهية ليست عقدية، فقهية. السؤال: كم مرة قنت النبي عليه الصلاة والسلام قنوت النوازل؟ الجواب: مرة في حياته، لما جاءت رعل، وهي قبائل رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، وصوروا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم يريدون قراء حتى يأتوا بهم إلى أقوامهم ويعلمونهم، النبي أرسل 70 قارئا، أرسل 70 قارئا كانوا يقومون الليل ويحطبون في النهار، هؤلاء القراء، وكانوا يلقبون بالقراء. يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام نخبة زكية من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، فقام أولئك فقتلوا 70. فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يصلي 5 الصلوات ويقنت على رعل وذكوان وبني لحيان، وبعض الأحاديث ما ذكرت عصية في أثناء الدعاء. ثم أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بعد شهر وهو يقنت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام قنت مرة في حياته مرة. هل ثمة أحداث أخرى عظيمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، مثل غزوة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني مواقف عصيبة في يوم الأحزاب، كادوا أن يحسدوا المسلمين حسدا، مع هذا ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم. يوم بدر كان عدد المسلمين 319 رجلا كما جاء في صحيح مسلم، وعدد المشركين 1000، عددهم 1000 مقاتل من المشركين، يعني بمعدل أن كل واحد لابد أن يقاتل 3، عدد 3.5 إذا صح التعبير، 3.5 أو 3 4، يعني حدود 4 إذا جبرنا الكسر. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يناشد ربه، يدعو حتى رداؤه يسقط. وأبو بكر شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: كفاك مناشدة لربك، سينجز وعده. فبعد ذلك جاء المدد: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. جاءت الملائكة زرافات وحدانا وساقوا المشركين سوقا، حتى بعض المشركين ممن أسر قال: ما هذا أسرني، إنما أسرني رجل طويل ويلبس البياض. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم الملائكة. طيب هل قنت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحدث الجلل العظيم؟ جواب لا. في محاصرته النبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب ما كانوا يجدون طعاما إلا ما يواري إبط بلال، يعني حاجة يسيرة. هل قنت النبي عليه الصلاة والسلام قنوت النوازل؟ جواب لا. طاعون عمواس، ويقال طاعون عمواس، هم يقولون هذه الكلمة منحوتة، فهي من تركيبتين عم وواسة،
ومنهم من يقول أصلها عمواس، هي قرية ما بين الرملة والقدس، خرج منها مرض الطاعون في السنة 18 من الهجرة، حصد 25,000 من المسلمين ماتوا، ومن بينهم صحابة كبار كأبي عبيدة بن الجراح والعباس بن عبد المطلب ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة، مجموعة. هل قنتوا قنوت النوازل؟ الجواب لا. طيب ما عليه، ليس على كل حدث سنقنت قنوت النوازل. وعند بعض العوام إذا لم أقنت قنوت نازلة إذن أنا لست مستشعرا هذا الخطر ولست حزين آخر. يا أخي أنا سأدعو لهم في قيامي في الليل، سأدعو لهم في آخر ساعة من الجمعة، سأدعو بين أذان وإقامة. هذه مواطن وأوقات نص عليها الشرع، نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، مواطن استجابة. وهؤلاء لا قنوت نوازل. يأتي حزبي ويسأل قنوت، لابد قنوت نوازل، وحزبيون آخرون تتابعوا بعض المساجد على طول. قلنا لكم بعضهم ما يطلبه المستمعون ولا حققوا في الشرع. تعال أدلة بالأدلة. كم من أحداث وقعت في بورما، كانوا يحرقون بنو آدم مثلهم مثلك، هكذا واقف حي، يرشون عليهم بترول ويحرقون وينظرون إليهم. لماذا لم تقنط قنوت النوازل؟ أحداث كثيرة وقعت، لماذا لم تقنط قنوت النوازل؟ فتجد أن بعضهم ربما يتحمس فقط لما يرى العوام، يأتي العوام كيف يا أخواني، فبعضهم إيش تريدوا، إيش طلباتكم، مرحبا تعالوا 1 2 3 تريدوا هذا، أهلا وسهلا. هذا خطأ. ديننا ما فيه مجاملات، والله يقولون ما يقولون، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. إذا أرضينا الناس وأسخطنا الله عز وجل والله لا خير فينا. مثل قضية التصوير، بعض العوام عندهم أن نحن متشددون ما نتصور. طيب العالم فلان الشيخ، قل له تعال يوم القيامة أنا إذا سألني ربي سأقول إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال لي كل مصور في النار، كل مصور في النار، والحديث في الصحيحين. أنا سأسأل عن هذا. قالوا لا صورة منحوتة، قل له هات جدتك، سأل هذه صورة ولا لا؟ والنبي يخاطبنا خطابا عربيا، فدعوكم من الفذلكة، هذا شرع. ما سأبني دعوتي ولا سأبني عقيدتي على مجاملة الناس، إنما هذا دين. ألقى الله عز وجل وهو سيحاسبني على كل صغيرة وكبيرة، وأستحضر أن الله سيقول لي اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بقي مسألة فقهية أيضا. لو أنني صليت خلف إمام يقنط قنوت النوازل، فهل أتابعه؟ الجواب نعم، تتابعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام لما يؤتم به، وقال فلا تختلفوا عليه، وقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا قيام ولا انصراف. فتتابع الإمام، لا حرج في ذلك، حتى لو ترى أنه غير. لكن ما يفعله بعضهم فيخصص القنوت فقط قنوت النوازل في صلاة الفجر، فهذه بدعة لا يجوز. ولهذا لو سمعت كلامي وإنكاري على بعضهم على قنوت النوازل لا أوصلها أنهم قد ابتدعوا في هذا. هي المسألة مسألة فقهية، لكن أنا أريد أن أنبههم ليس كل حدث لابد أن نقنط قنوت النوازل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه أحداث، والصحابة مرت عليهم أحداث، والتابعون مرت عليهم أحداث، ومع هذا ما قنطوا قنوت النوازل. فينبغي علينا أننا نضبط مثل هذه المسائل بضوابط شرعية، فلا يأخذنا الحماس، لأن الحماس قد يأخذك إلى أبواب أخرى تخالف الشرع. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.